اهلا بيكم وخاطرة رمضانية جديدة. خاطرة النهاردة هنتكلم فيها عن صفة من اجمل الصفات اللي يتحلى بها الانسان المسلم، واللي يتحلى بيها ربنا سبحانه وتعالى بيدخله في زمرة المحسنين، وانه صفته صفة الناس الذين يبرهنون لله عز وجل على قوة ايمانهم. الصفتين دول مذكورين في صفة المتصدقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان. برهان على ايه؟ برهان على قوة ايمانك وصدق ايمانك لله عز وجل. وقال الله عنهم: بسم الله الرحمن الرحيم: انهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالاسحار هم يستغفرون، وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. صدق الله العظيم. الانفاق والصدقة من الصفات التي يحبها الله عز وجل، ولها فضل عظيم. وأولى أفضل الصدقة أن الله عز وجل يضاعف لصاحبها ويرده له أضعافا مضاعفة. قال الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يعني المبلغ اللي احنا هنتصدق بيه ربنا سبحانه وتعالى هيرده لنا أضعاف مضاعفة. سبحان الله العظيم. كمان الصدقة من أحب الأعمال إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تفك به كربة، أو تقضي عنه دين، أو تطرد عنه جوعا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصدقة مش بس مادية، الحديث ده أثبت لنا أن الصدقة كمان ممكن تكون معنوية. إن أنا أفك كربة إنسان سواء بدفع مبلغ مادي ليه، أو إن أنا أقضي عنه دينه يعني، أو إن أنا أطبطب على إنسان وآخد بخاطره، فدي كمان من الصدقة. إن أنا أقابل اللي قدامي بوجه انطلق، زي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. كمان الكلمة الطيبة صدقة في حديث آخر. يعني مش كل الصدقات هي عبارة عن مال. اللي معهوش مال ممكن يتصدق بالكلمة الطيبة، بالوجه البشوش في وجوه الآخرين. كمان الصدقة بتقي الإنسان شر النار وعذاب النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق النار ولو بشق تمرة. وقال في حديث آخر أن الصدقات تمنع عن صاحبها الكربات وتدفع عنه المصائب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمان مغفرة للذنوب وتطهير للإنسان ومحو الخطايا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصدقة بكل أنواعها خير للإنسان، وترد إليه بأضعافا مضاعفة، وتكون هي من أحب الأعمال إلى الله، ويكون صاحبها من أحب الأشخاص إلى الله عز وجل. يبقى كل ده حاجات بتحثنا على الصدقة. كل دي حاجات بتقول لنا حتى لو بشق تمرة، يعني أقل القليل من الصدقات ربنا سبحانه وتعالى بيتقبل، وبتكون من أحب الأعمال إلى الله. الصدقة بتمنع عن صاحبها النار. الصدقة بتمحو الذنوب والخطايا والأثام. الصدقة بتدفع عن صاحبها البلاء والهلاك. الصدقة مهمة جدا في حياتنا يا جماعة. ايه الفرق بين الصدقة والزكاة؟ الزكاة هي فرض، وهي ركن من أركان الإسلام، لها شروطها ولها مستحقيها. أما الصدقة فهي فضل عمل، احنا بنتصدق مش فرض علينا، ولكن هو فضل عمل احنا بنعمله، بنستزيد من الخير، بنستزيد من الحسنات، بنطمح ونطمع على رضا الله عز وجل. فدي الصدقة. والصدقة بأي مقدار وفي أي وقت. أتمنى يا رب نكون من المحسنين ونكون من المتصدقين، وأتمنى تكون خاطرة اليوم خاطرة مفيدة لحضراتكم تعيننا جميعا، ونجدد نيتنا ان احنا واحنا بنتصدق ان احنا ندخل كمان في زمرة مش بس حسنات، لا، عايزين ندخل في زمرة المحسنين، وكمان نكون بنعمل عمل يحبه الله عز وجل. شكرا لكم، وانتظرونا في خاطرة رمضانية جديدة. إلى اللقاء.